يا سلام على الأكلة بتاعتنا النهاردة. الأكلة بتاعتنا النهاردة مفيدة جدا جدا جدا. يعني الناس اللي عندها هشاشة في العظم يجوا هنا بسرعة. النهاردة معانا البسارية. أيوة البسارية، تعالوا يلا نشوفوا ماجي هتعملها ازاي. أنا جبت هنا يا حبايبي البسارية. طبعا محضرة لها راس توم وكمون وشطة، نزلت بيها ومقطعه لها بردك 3 4 طماطمات، على بصلايه حلوه، على شبت وبقدونس وكرفس. والخليط ده يا حبايبي بيخلوا طعم البسارية تحفة. وهعصر كمان ليمون، يعني ادي البسارية او اي سمك ليمون. الاسماك عامة بتحب الليمون. وكمان هنحط زيت، حبة زيت، وهنقلبهم كويس جدا. بجد البسارية يا جماعة مفيدة جدا بجد، وبقت غالية دلوقتي عايزة اقول لكم. وكمان نزلت بقرن فلفل كوبي. الخلطة دي جبارة جبارة. هجيب بقى بورمة واحطها في الفرن. ايوه البورمة وجمال البورمة. اكل انا بعز جدا اكل البرم يا جماعة. تحفة تحفة تحفة. بيدي طعامة وجمال على الجمال بتاع الاكلة اللي انت بتعمليها. بعد ما حطيتها في البورمة هنزل على الوش بحبة زيت كده، وهدخلها بقى الفرن يا قلبي. وبعد كده طبعا الاكله دي عايزه بابا غنوج، ده لازم جنب اي وجبه سمك اسماك لازم بابا غنوج. جبت بقى البتنجانتين دول شويتهم زي ما انتم شايفين على النار. وبعد ما شويتهم اديني يعني هحاول بقى انضفهم. سخنه 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 سخنه. السخنه مولعه عايزه اقول لكم. قعدت بقى يا حبايبي نضفتهم كده لغايه ما خليتهم زي القشطه زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى الشوكة وهرسهم هرس كويس جدا. هكون محضره لهم راس توم بردك بكمون وشطة كده، الحباش بتاع البابا غنوج. ههرس طبعا بابا غنوج كويس، وهنزل بالتومة بقى عليه، وكمان حبة الطحينة. عايزة اقول لكم الطبق البابا غنوج ده روعة. انا بنزل في اكل اكتر من السمك نفسه. وطبعا هحضر ليمونتين حلوين كده هعصرهم برضو. وبعد كده يا حبايبي هتحطي طبعا البابا غنوج الزيت، وهتحطي بردك حبة خل، وهتحطي كمان 1 2 بقدونس. ويا جمال طبق بابا غنوج ده، بقول لكم ده انا بالنسبه لي ده العيش بجد العيش. وزي ما انتم شايفين كده. طبعا انا نسيت احط الخل الاول، انا حطيت البقدونس مش مشكله. نزلت بردك بعد ما حطيت البقدونس حطيت بردك عليه حبه خل. حطيت حبة الخل اهو. وخلاص بابا غنوج كده ايه جاهزة. والاكل بتاعنا جاهز. انا عملت حبة رز ببصلة. بصوا البورمة وجمالها، مش قادرة اقول لكم طعمها كان سكر. طبعا محرشاها ومخليها زي العسل. هي ما بتاخدش سوا على فكرة في الفرن خالص. البسارية ما بتاخدش سوا خالص. وقليت حبة بردك. وكمان سلطة، عملت سلطة وحبة الرز زي ما قلت لكم كده. ويا جماله يا جماله يا جماله. ألف هنا وشفا للي هياكل واللي أكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.